عشاق الشوكولاتة يحضروا معايا حالا في الفيديو ده. هنعمل مع بعض طاجن عبارة عن قنبلة شوكولاتة حلوة كده كريمية وبتدوب في البق وبجد رهيبة، سهلة جدا لو نفسك تعملي حاجة حلوة بسرعة ومش عايزة تقفي في المطبخ كتير. كمان لو عملتي كيك هبطت منك نسيتي تحطي فيها سكر، باظت منك لأي سبب، اوعي ترميها واستخدميها معايا في الوصفة دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجه هنزل بربع كوبايه من الحليب وانزل عليها بمعلقتين صغيرين من النسكافيه او البن او اكياس الكابتشينو، اي حاجه متوفره عندك. انا هنا استخدمت معلقه صغيره من الكابتشينو اللي بيكون بطعم البندق، واستخدمت كمان معلقه صغيره من النسكافيه. بعد كده هنزل بيهم في الازازه دي علشان يبقى سهل معايا اوزعه على الكيك. لو الازازه دي مش متوفره عندك ممكن تستخدمي معلقه، مفيش مشكله. في الطاجن بتاعي بقى هجيب كده الكيك اللي انا هستخدمه، ممكن تستخدمي قطع من الكيك الجاهزه، ممكن تستخدمي كيكه انت عاملاها في البيت وتفتفتيها كده زي ما انا عملت، اللي متوفر عندك استخدميه. فتفت بقى الكيك وبدات ان انا احطه في الطاجن ونزلت عليه بخليط النسكافيه اللي عملناه مع بعض. بعد كده هبدا بقى ان انا اضغط عليه بايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان الكيك يمسك نفسه. هنعمل بقى تاني طبقه. في طبق هنزل بنص كوباية من كريمة الكندر، وممكن تستخدمي وايت شوكليت لو انتي بتحبيها يعني المتوفر عندك، لكن انا هستخدم الكندر النهاردة في الوصفة بتاعتي. نزلت كمان بكوباية من القشطة ونزلت عليهم بربع كوباية من الحليب الساخن، وبدأت ان انا اقلبهم بالشكل ده لحد ما الخليط داب تماما وقطع القشطة دابت مع الخليط. هرجع بقى لطبقة الكيك وهبدأ انزل بكريمة الكندر اللي عملناها، وبعد كده هنزل بشوية من الشوكولاتة انا سيحتها في الميكروويف، حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت وسيحتها بالشكل ده. هنزل بالشوكولاته على كريمه الكندر. لو عايزه تحطيها في التلاجة شويه الطبقه الاولانيه تمسك نفسها مفيش مشكله، لكن انا بالنسبه لي لو دخلوا على بعض برضو هيبقى طعمهم حلو وهيعملوا ميكس كده لطيف. بعد كده هنزل بطبقه تانية من الكيك وهنزل عليها كمان بباقي الخليط بتاع النسكافيه. هبدا ان انا ادوس عليها بالمعلقه كده بالراحه علشان برضو الكيك يمسك نفسه ويدوب مع الخليط. بعد كده هنزل على الكيك بباقي الشوكولاتة، وبعد كده هعمل طبقة تانية من صوص الكندر. نزلت بمعلقتين كبار من كريمة الكندر ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الزيت وسيحتهم في الميكروويف بس 30 ثانية مش اكتر من كده عشان ما تتحرقش منك. نزلت برضو على الشوكولاتة بكريمة الكندر وبعد كده زينتها بقطع كده من شوكولاتة الكندر وبس كده. عايزة تاكليها ساقعة من التلاجة، عايزة تاكليها سخنة كده بعد ما تطلع من الميكروويف زي ما انت حابة. بس انا بالنسبة لي شوكولاتات يعني كلها كده تبقى سايحة في بعضها والطاجن يبقى سخن ودايب وبس كده. حاجة كده سريعة على عشاق الشوكولاتة، ويا سلام لو معاها كوباية قهوة، واهم حاجة ان القهوة تبقى من غير سكر. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.